السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ريال مدريد اضغط على الحكام تغلط، نستفاد من الاخطاء التحكيميه. نفس الموسم اللي فات، نفس المواسم اللي قبلها، طول عمره بيعمل نفس الحركه دي. يجي في القناه بتاعته، سبحان الله يا اخي، سبحان الله، بالصدفه البحته يجي قبل مثلا الماتش ده يحكم لهم فلان، قبل الماتش على طول القناه بتاع ريال مدريد تكون عامله عنه روبوت كامل، حرفيا تسلخه، تقعد تجيب له الاخطاء اللي اخطاها من هو في بطن امه. يجي قدامهم مضطر ان هو يا اما يغلط لحسابهم يا اما ما. يعني حكم الفار النهارده في ضربه الجزاء، هم لسه عاملين عليه روبرت، اقسم بالله حكم الفار النهارده ضربه الجزاء بتاع ريال مدريد، انا من رايي الشخصي بقى، انا شايف ان اللاعب بتاع السنه ما ضربش امبابي هو راجع، هو اللي خبط في اللاعب. اللاعب عامل تاكلينج عادي جدا، مش رايح ولا قاصد رجل امبابي. ولكن سبحان الله يا اخي، حكم الفار اللي موجود النهارده لسه معمول عنه روبوت، فلا ما ينفعش يغلط، ولو غلط الغلطه تبقى لصالح ريال مدريد. طب حكم الفار تاني برضه النهارده في كره ركنيه للسنة، اقسم بالله من التو شايل الواد من قدامه، شايله حرفيا، خبطه كده في راسه ورماه من قدامه. حكم الفار برضه ما استدعاش الحكم. ليه؟ لان حكم الفار ده لسه معمول عليه ريبورت في قناه ريال مدريد. طب ايه؟ طيب هنفضل في القصه دي لحد امتى؟ نفس اللي حصل قبل ماتش الكاس الموسم اللي فات، لو تفتكر قدام برشلونه، اللي برشلونه كسب فيه 3-2، نفس القصه. جابوا الحكم سلخوه حرفيا، في لدرجه الحكم جه في المؤتمر الصحفي كان بيعيط، اللي هو انتوا هتفضلوا تمارسوا السياسه دي لحد امتى؟ طيب ريال مدريد النهارده في الملعب شكله زي الزفت. ايه يعني استحواذ؟ ما هو اي فرقه هتستحوذ قدام اوساسونا، فريق بيلعب كومباكت دفاعي وبيعتمد على المرتدات، فطبيعي يعني اي حد هيستحوذ قدامه. لكن فين خلق الفرص؟ فين اللي بيحصل؟ ما فيش. فينيسيوس عمال يهرتل على الجنب اليمين الشمال، امبابي بيعمل اللي يقدر يعمله، اردا جولر يا دوب شاط كوره ولا كورتين وبس، قلنا ولا حليم 16. عمل ايه ريال مدريد في الماتش؟ ما تفهمش. ولكن سبحان الله، ضربه جزاء من الهوا، ومع عدم احتساب ضربه جزاء لاوساسونا. طب يا سيدي، ما طب يا حكم الفار ارجع خلي يا سيدي، انت هتخسر ايه لو استدعيت الحكم بتاع الماتش؟ حكم الساحه استدعيه، وحكم الساحه ياخد القرار. لكن في كورتين، في ضربه الجزاء الاولى وضربه الجزاء بتاع اوساسونا، ما تستدعوهوش اصلا. انت جاي تشرب نسكافيه وتاكل بقسماط؟ يعني جاي تسقي في الماتش؟ ده وظيفتك يعني؟ ما وظيفتك انك تستدعي حكم الساحه يشوف لو في حاجه. لكن لا، هيخاف ليه؟ لان ريال مدريد لسه عامل عنه روبرت في القناه بتاعته، لسه متهاجم من القناه بتاع ريال مدريد. فدي سياسه نكسه، يا ريت يعني ريال مدريد يستغنى عنها. لو هنتكلم فني، ريال مدريد ما جاش النهارده، وفي كاس العالم للانديه كان زي الزفت. جايب صفقات حلوه مش عارف ايه، بس ما فيش شكل في الملعب. لو فضل السنه الجايه بنفس الشكل مش هيعمل حاجه، مش هيفيش جديد. لكن لازم يستخدم سياسته النكس.